السلام عليكم. اليوم راح نشارك معكم واحد الحلوى الدوف اللي تقبل الفم بزاف هشيشه خفيفه كحلوش وقلبو حلو. واش نقول لكم، البنه خرافيه. راح اكيد تجربوا الوصفه من المره الاولى، تعاودوها عده مرات وتقطع لكم كميه لاباس بها. شوفوا الحبيبات ديالي وشوفوا هذاك الحشو اللي حلو. يلا نكتشفوا الوصفه باش نعرفوا باش حشيناها مع بعض. نبداو بسم الله على بركة الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله. عندنا 250 غرام تاع مارغرين، راح نزيدو معاها 125 غرام تاع سكر عادي، سكر تاع اللي ديري به القهوة نورمال. 125 غرام أي ما يعادل كاس إلا 3 أصبع ولا ما إلا ربع. صحيح. راح نزيدو معاها زوج حبيبات تاع بيض هكذايا، وراح نخلطو فقط بيدينا ونضيفو بطبيعة الحال لافاني. تبغي اكستري تبغي غبرة كيما راكي باغية نتيا، يعني انا استخدمت بودرة وانتي شوفي كيما تبغي. وهنا نبقى نخلط هكذايا، غير نخلط بيديا كي شغل نخدم خدمة الباتور. ما تستخدميش كامل الباتور، غير بيديك وتوجد ميم با ساعة تكوني موجدتها وطريلتيها وكملتي معاها. عندنا نضيفو لها كاس ونصف تاع مايزينا، بصح نضيفوه بالتدريج، يعني نديرو الكاس الاول نخلطو ومن بعد نزيدو النصف كاس الثاني. صحيح. درنا الكاس الاول، رانا نلمو في العجينه تاعنا. يلا نعاودو المقادير: 250 غرام مارغرين، كاس الا ربع تاع سكر عادي، زوج حبيبات تاع بيض، لافاني خلطي وضيفي معاهم كاس ونصف تاع فرينه تدريجيا، يعني تضيفي الكاس الاول وتخلطي ومن بعد تضيفي الكاس الثاني وتخلطي. بطبيعه الحال نلمو بالفرينه. هنا الفرينه خدات لنا حوالي 400 غرام، يعني زوج كيسان حتى 3 كيسان تروحي. ونضيف معها نصف كيس تخميرة الحلوى أي ما يعادل ملعقة صغيرة تخميرة الحلوى هكذايا 5 غرامات. اللي تبغي تخدم بالميزان عطيتلكم، واللي تخدم بالكاس عطيتلكم. وطبيعة الحال من أنجح الوصفات هاد الوصفة. ونبقى نلم فيها بالفرينة كما راكم تشوفوا معايا. والفرينة ما ديروهاش ضربة واحدة، ديروها تدريجيا على خاطر كل وحدة والبيضة ديالها. كاين اللي تاخذ لها 400 غرام، كاين اللي توصل حتى 450 غرام. وهنا بقيت نلم في الفرينة تاعي حتى وين تحصلت على قوام يكون طري، يعني ما تنشفوش بزاف العجينه ديالكم، غير تشوفوها تلمت وما ولاش تلصق في يديكم صيبون. ودائما كي تخدموا بالعجينه غطوها بكيس، هذاك الكيس اللي تغطوها به كيما حنا نقولوا ما يخليهاش تنشف لاباط تاعكم صيبون. وهنا ندير كريات تاع 30 غرام، انت الا تبغي ديري كريات تاع 25 غرام راح توصلي حتى ل 50 حبه. على بها قلت لكم يقطع كميه كبيره وبزاف خفيف. اما بالنسبه للحشو عفوا اللي قلنا عليه احلو، اللي هي حلوه الترك. هنا شي قيس ديميل ولا فاميل تاع حلوه الترك، قطعيها مربعات صغيره وبقاي تحشي في الحلوه تاعك. يعني ديري كريه تحشيها بحلوه الترك وديري تشكلي الكره تاعك من دارا وجديد. نعاودو نديرو الحبه الثانيه مع بعض، نحكمو كرات تاع 30 غرام ولا 25 غرام، نديرو معاها شويه حلوة الترك في الوسط ونغلقوا على الحلوة الترك ديالنا. على بها سميناه كحلوش وقلبه حلو. وصح يعطي هذيك حلوة الترك كدوب راح تعطيكم واحد الحلاوة ولا أروع. دوكا البنات راح نكمل كامل الكمية اللي راها عندي طبيعة الحال. و هاي لك الحبيبات ديالنا، شوفوا ما شاء الله. راح ندخلهم الكوشه يطيبون على 180 درجة، نشعل عليهم من تحت. كي نشوفهم بداو يحمروا لي صيبون وطابوا لي، نشعل عليهم من الفوق فقط باش ياخذوا لي هذاك الاحمرار من الفوق. ونتلاقاو فيما بعد ان شاء الله. وهاهم ليك الحبيبات، شوفوا ما شاء الله كيفاش طابوا حميمرين من تحت ومن الفوق. شعلت لهم يا ربي 2 دقائق قيس ما نشفولي باش الحلوى تاعك تجي كامل طايبه. شوفوا من انجح الوصفات. رايحين دروك ندوبو الشيكولا تاعنا، درتها في حمام مائي كي تدوب لك. كاين يبغي يزيد لها الماء وكاين يبغي يزيد لها الزيت. الا تزيد لها الماء راح تولي لك فونسي، ولا تزيد لها الزيت راح تحصي على شوكولا عادي، يعني بالحليب تقعد لك على تحافظ لك على اللون ديالها. اذا كي دابت لهنايا زدت 2 مغارف حتى 3 مغارف كبار تاع زيت.
وقعدي تخلطي حتى تحصلي على قوام اللي يكون كيما حنا نقولوا مليح، يعني يساعدك في الطري، ماشي قوام اللي يكون ثقيل. وبطبيعة الحال أنا نخلّط فوق النار هاكا باش تذوب لك غاية. وشوفوا البنات هذيك الشوكولاتة تاعي ما شاء الله كيفاش راهي تبريي، وشوفوا القوام تاعها، يعني القوام يساعد. ودروك نبدا نقلاصي في الحبيبات ديالنا، ندير فشيطة، وديما كي تقلاصي تضربي الحبة تاعك من تحت، ماشي باش ما تجيكش طبقة كبيرة ولا خشينة بزاف تاع الشيكولا. وهنايا كي تحطوا الحبيبة تاعكم، شوفوا كيما راني ندير أنا كي نقلاصي الحبة، كي نحطها شغل نحطها ونبعدها على المكان الأول اللي حطيتها فيه، شغل نلزها غير شوية. شوفوا البنات هاكدا صاي فهمتوا، كي تحطوا الحبة دنوها شوية بالمغرفة، وهكذايا نقعد حتى وين نكمل كامل الكمية اللي عندي. ودروك البنات نكمل نقلاصي كامل الحبيبات دياولي وندير لهم دي غوزاز هكذا من الفوق، وهاوليك الشكل النهائي تاع الحبيبات تاعنا. ونقول لكم جربوا الوصفة، اكيد راكم رايحين تولوا مدمنين عليها، من انجح الوصفات اللي راكم رايحين تجربوهم، واللي يذوقها يقول لك اعطيني الوصفة. طبيعة الحال توجد في وقفة مع الاختبارات وكامل، وكيما حنا نقولوا راكي مع الاختبارات مع الفطور وكامل، هذا واش يليق. وشوفوا ما شاء الله الحبيبات كيفاش جاوني، يشهي وشهيتكم في الجنة. ونقول لكم البنات يلا نقطعوا حبيبة مع بعض، بسم الله. ايا دروك شيرات نروحو نقطعوا حبة مع بعض باش تشوفوا القوام كيفاش جات من الداخل، وهذيك حلوة الترك كيفاش دابت لنا. شوفوا ما شاء الله تتقطع فاسينمون. هاني قطعتها قدامكم وتذوب في الفم البنات، خاطش المايزينا فيها، والمايزينا كيما نعرفوا تخلي الحلوى هشيشه. ونقول لكم الى عجبتكم الوصفه تاعنا اليوم، ما تنسونيش جيم كومونتير، اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل ما هو جديد. نقول حفظكم بالتوفيق لجميع التلاميذ مع الاختبارات. ونقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع وصفه اخرى، سلام.